السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيه اضافة قوية جدا جدا جدا، يعني نقدر نقول انها اقوى اضافة للمحمية. ويلا بينا عشان نشوف اللي جوه الكيس ده ايه، واكيد انتوا سامعين الصوت دلوقتي، فيلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله. بسم الله. طبعا يا جماعة المرة دي جايبين بغبغان من الحجم الكبير زي الذرة، وما شاء الله اللهم بارك. البغبغان ده من اكتر البغبغانات اللي متكلمة ولعبية وشقية، وزي ما انتم سامعين كده صوته هو يعني حاجة شقية جدا. فالبغبغان ده يا جماعة تأكيل يدوي ولابس دبلة وحاجة حلوة جدا. فيلا بينا نشوف هو ايه. سامعين؟ السلام عليكم. سامعين؟ بيبدأ يلاغي كده، وعلى فكرة البغبغان ده متكلم. يلا يا جماعة نشوف البغبغان ده ايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالى يا كوكو. بصوا يا جماعة الأول العصفور الأسترالي ده ذكر. بسم الله. ده ذكر عصفور أسترالي، طبعا زي ما انتم شايفين حجمه كده. وده مليس، شايفين بطنه من تحت عند الصباع كده وصدره. ده كان في القفص او كان شغال، ولكن حجمه لما قعد ياكل كتير حجمه زاد، فاحنا جايبينه هنا في المحميه علشان وزنه يخف شويه ويخس، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. فطبعا هتلاقوهم طيرانه مش احسن حاجه، وهتلاقوا ان هو تقيل جدا. فيلا بينا كده نطلقه ونشوف. شايفين؟ شايفين؟ يلا بينا بقى كده نطلع. ده البغبغان بتاعنا، وده بغبغان الكويكر. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ شايفين شكله عامل ازاي يا جماعه؟ بسم الله. يلا تعالى يا نجم، تعال. بسم الله. شايفين يا جماعه؟ الله اكبر. شايفين يا جماعه؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده البغبغان الله اكبر، يعني هو طار تمام وجا وقف على الكتف اهو. كوكو. شايفين؟ طبعا ده بغبغان متدرب. شايفين؟ فعايز رايكم يا جماعه، تقولي لي ايه رايكم في البغبغان ده، ونسيبه هنا في المحميه ولا نطلعه ونحطه لوحده في قفص في الاوضه وندربه على الكلام، وندربه على الدعوه والحاجات دي. شايفين؟ بسم الله. شايفين يا جماعه؟ طبعا بيطير وينزل يقف على الكتف. كوكو. يلا. يلا بقى كده نشوف لما نرميه. بسم الله. يلا. طبعا بغبغان الكوكر ده من اذكى البغبغانات اللي ممكن تربيها في البيت، شقي جدا ولعبي جدا، وفي نفس الوقت جميل جدا 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 ومتكلم جدا يا جماعه. انت لو ركزتوا اصلا هتلاقوه بيقلدني. سامعين؟ قول ورايا. يلا. كوكو. كوكو. شايفين يا جماعه؟ طبعا ما شاء الله اللهم بارك. انا كل ما بقول كلام هو بيقلدني اهو. سامعين؟ يلا اعمل كده. سامعين؟ طب يلا نرميه تاني كده ونشوف. بصوا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، يعني ده اللهم بارك من اقوى الاضافات للمكان. عايز اخد رايكم بقى يا جماعه، قولوا لي ايه رايكم في البغبغان ده، الافضل هو ولا الذره الهندي؟ لو هتلاحظوا في الصوت هو بيحاول يقلدني تمام،
يلا يلا تاني تاني تاني، اعمل كده يلا، بوسه بوسه. طبعا تغيير المكان، طبعا هو خايف عشان مغيرين المكان، وفي نفس الوقت مكان جديد عليه وكده، وانا مش صاحبه برضه، صاحبه اللي مأكله يدوي مش موجود، فبرضه هو مستغربني. فقولوا لي رأيكم، نسيبه هنا في المحمية ولا نشتغل بيه فيديوهات في البيت؟ يلا تاني تاني كمان مرة. بصوا يا جماعة اهو، تاني. قولوا لي رأيكم يا جماعة، ايه رأيكم فيه؟ تمام. وبرضه مستني ردكم في التعليقات، نسيبه في المحمية ولا ناخده معانا البيت؟ بس. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي، وقول لي في التعليقات ايه رايك في الكويكر. تمام. ونسيبه في المحميه ولا نعمل بيه فيديوهات في البيت؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.